رجل متدين ومنذ نعومة أظفاري ومن عائلة متدينة، وجدي كان ممثل المرجعية بالمجلس الوطني لثورة العشرين محمد حسن أبو المحاسن، وبعدين ممثل المرجعية في وزارة التربية من صار وزير التربية. احنا من قريتنا يسموها قرية الأمامة متدينين، لأنه كلها قرية متدينين ومرتبطين بالإسلام ارتباطا حقيقيا وواعيا، واغلبهم كان حزب الدعوة هم بالعلم. فقضية التدين بالنسبة لي مو طارئ اليوم، والتاريخ الطويل اللي ناضلت به وجاهدت به انا متدين. وهاي الكحولية تقريبا 90% منها انتهت الصلاحية. عندك هسه هنا لو تيجي تشوف العلامة الاكس باير مال هذه المواد. خلينا نجي المصور هنا. هاي كنتي 26/10/2012 هنا الاكس باير. هذا خلينا نشوف المشاهد. طبعا هواي انواع، مو بس هذا النوع، هسه راح تشوف انواع كلش كثيرة من هذا الموضوع. في جولتنا كان متوقعا أن نصادف مفاجآت ضمن سياق العمل في هذا المخزن، ففريق مكافحة الجريمة الاقتصادية ضبط مشروبات كحولية في صناديق كرتونية كبيرة تعود لسجائر علامة جيتان، ما يثبت بحسب مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية أنها تدخل عبر طرق مختلفة. عندك هنا هاي هنا خلينا نشوف هاي، هذا عبارة عن صناديق للسجائر جيتان، بس هم يستخدمون هاي من خلال حتى يهربون هذه المواد الكحولية اللي يعتبروها مثل الفل. يعني شوف هاي شلون معبأة، اصلا حتى تعبئتها بس في سبيل انه يمرروها من السيطرات ومن الجمارك، والهاي على انه تعبر انه هي جيتان. طبعا هاي كل المواد بالمناسبة ما داخله فحص، لا داخله فحص، لا رايحة تقي سيطرة نوعية، لا هاي. فهاي العملية موجودة، هاي كلها. سيادة العميد هذا واحد يسأل يعني شلون ضبط ماكو سونارات بالحدود مثلا، السيطرات ما يحاسبون؟ احنا هسه بداية بالنسبة لهذا الموضوع التحقيق بعد وياه ما اكتشفنا انه شلون الآلية ومن يسهل له. نعم. احنا خلينا نكون صريحين، اكو امور اخرى انه هي اكو تساهل ببعض المناطق. إلى جانب ذلك تم ضبط معمل صغير لتصنيع المشروبات الكحولية المتنوعة وكابسة ومواد أولية وقناني فارغة مع أغلفتها وليبلات ترجع لعلامات تجارية عالمية. هنا لو تلاحظ هاي شنو هسه راح تقول هاي مفتوحة ليش؟ هاي احنا فتحنا، هاي تم تعبئتها من هذه البراميل بهذه المواد الكحولية، بس لا زالت بعد ما تم عملية الكبس. نعم. هاي بعد ما يثبتها راح تروح هسه نشوفك الماكينة اللي يتم كبسها لغرض اظهارها بانه هذه مستوردة، وبعد ان يضعون عليها هذا الليبل. طبعا هذا حتى الليبل مو اصلي لان ضبطنا الليبل اللي مطبوع خارج. هاي كلها. نعم. هذا يوصي. نعم. هاي من المشروبات الكحولية الليبل. هاي البراميل اللي بيها المواد اللي يجيبوها ويتم تعبئتها هنا بحجة انه هاي مستوردة من الخارج. مشاهدينا الكرام، يعني هسه احنا رايحين للمكان اللي يتم به كبس وتصنيع هذه المشروبات الكحولية. راح اشوفك اكو مكانين، اكو غرفتين اللي يتم بيهن العملية. نعم. الغش اللي بيها. هاي مشروبات كحولية جديدة جايبيها بأكياس. يعني هذه مشروبات ايضا كحولية. اي بعد ما نعرف هل تم هم تعبئتها هنا داخل المخزن او جايبيها من جهة معينة من مكان معين، لان هاي اول مرة بدنا نشوف هاي الحالة، وبعد ما بدنا تشوفون شلون مشمورة وطريقة الخزن السيئة وماكو اي مواصفة معينة. يعني هاي الامور حتى بالقانون هيك مخازن ما يصير. المواد المشروبات الغازية والكحولية يجب ان المخازن مالتها تكون وفق ضوابط، تدري هاي درجة الحرارة لها تأثيرها ولها، ورغم كل هذا هو في
2010 و2009 منتهي الاكسباير مالته. هسه احنا راح ندخل بهاي الغرفه، راح نشوفكم شلون الماكينه وين وعمليه الكبس. هنا سيد المصور خلينا نشوف هنا. بدايه هاي الليبلات اللي يتم وضعها على القناني اللي شويه شفناها برا، انه هاي حتى تظهر انه هي مستورده بالضبط. هاي يجي اكو هذا الوصف اللي حكينا عليه هسه قبل شويه. يعني على انه هو مستورد وهاي الامور كلها. هنا هاي الخزانات نشوف خلينا نكمل هنا. هاي الأغطية مالتها، الأغطية مال العلب ايضا اللي يتم وضعها، يعني يجيبوها على مشروبات كحولية مزيفة يعني. نعم كلها مكشوفة. هاي هنا عملية تعبئة، تشوف انه هاي الخزان يملى وبعدين من هاي تعبئة يدوية، وهذا يوضع الليبر. وهاي الماكينة اللي يتم عمل الكبس بها. الطينة من هذا الغطاء، يعني هاي العملية اللي هم يقومون بكبس بها. هاي توضع هاي يعني على الكهرباء طبعا، هي راح تنزل راح تكبس. شوف الماكينة، هاي الماكينة اللي هي معدة لكبس القناة بالضبط. هاي كملة، هاي مقنينة من مكان والليبر من مكان، وهاي بس هاي منتبه للمواطن على انه هي مستوردة. نعم. واجنبية اصلية. نعم. مواطن. هنا ما تسمع. هاي قدامكم هاي العملية دا تتم بهذا المكان. نشوف مدى وساخته ومدى. نشوفكم هسه قد شوية المكان اللي تحوي براميل او جريكانات المادة الأولية لهذه المشروبات الكحولية. جميع أنواع المشروبات هنا ما تحمل أوراق أو مستمسكات أو شهادة فحص تؤيد سلامة دخولها إلى العراق. تفضلوا يا سيادة العميد، ما دام رايحين الطريق سألت إنه هذا المكان مجاز أو ما مجاز؟ عثرنا على إجازة مخزن، بس الإجازة منتهية أكثر من سنة صار لها، ومو بهذا المواصفات. كان مخزن إنه صغير، وهذا حاليا هو الإجازة غير نافذة، فيعتبر إنه إجازة. هاي كل